وأخيرا ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اليوم ما شاء الله جبت لكم الدليل والبرهان باللي الدفعة ديال شهر واحد كاينة في منصة ديال الدعم، وهذا الشيء غادي تشوفوا بعينك مباشرة، لأنني عملت فيديو البارح وقلت لكم وأخيرا الدفعة طلعت عند بعض الناس، ولكن بقى ما طلعتش عن جميع المغاربة اللي كيستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر. ولكن كتفاجأ بالتعاليق في اليوتيوب، ما كاينه غير السب، الكذاب يا ابو لحيه علاش كتكذب على الناس. المهم اخوتي اليوم ان شاء الله غادي نوضحكم شنو وقع البارح، وعلاش الدفعه ما طلعتش عند جميع المغاربه اللي كيستافدوا من الدعم، وعلاش حتى اليوم عاد بانت. المهم اخوتي اليوم جبت لكم معلومات مهمه حول الدفعه ديال شهر واحد باذن الله عز وجل، وفوقاش غادي تكون في الحسابات البنكيه. لذلك بلا ما نوصيك كما العاده وكما القاعده بارطاجي الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي كي تعم الفائده، والدال على الخير كفاعله، كما قال عليه افضل الصلاه والسلام. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحية طيبة للجميع، وكنتمنى من الله عز وجل هذا الفيديو هذا يلقاكم وانتم في أفضل الأحوال. المهم اخوتي كما العادة وكما القاعدة معكم عبد الصمد الجباري اللي ما كيبخلش عليكم بالمعلومات، فكنتمنى من الله عز وجل حتى نتوما كذلك ما تبخلوش عليا بواحد اللايك والشقليب، وخلوني الآراء والتعليقات ديالكم نتاعت في الكومنتير. إذا عندكم شي أسئلة كذلك في هذا الموضوع ولا غيره خلوها لي في الكومنتير أو تواصلوا معايا عبر الخاص، فأنا كنجاوب الجميع. المهم أخوتي كنعمل بعض المجهودات لله عز وجل باش نقدم لكم المعلومة، وكنبحث على المعلومة من المصدر ديالها باش ما نلقالكمش المعلومات الخاطئة. ولكن أخوتي بالأمس كنتفاجأ باللي راهي أنا كنتعرض واحد الهجوم في الكومنتير في القناة ديالي في اليوتيوب العقول الراقية. عملت فيديو قلت لكم واخيرا الدفعه ديال شهر واحد راه كاينه في منصه ديال الدعم، ونزلت الصوره ديال الدفعه، يعني كاينه الدفعه في منصه ديال الدعم، وقلت لكم راه باقا ما طلعتش عند جميع الناس اللي كيستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر. وقلت لكم كذلك اذا ما طلعت لك شي البارح راه اليوم غادي يطلع لك، غادي نقول الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. والله العظيم اخوتي ما عمري كذبت عليكم شي معلومه، وما عمري باذن الله عز وجل غادي نكذب عليكم الا اذا كان شي خطا. اما يعني باش نتعمد نكذب على الناس باش نطلع المشاهده او لا باش نربح شي درهم بالكذوب، والله العظيم ما عندي ما نعمل بشي درهم من الحرام. انا كنقدم المعلومات، اذا كانت شي حاجه ولا شي ربح مرحبا، ولكن باش نقدم لك المعلومات ونكذب على الناس هذه ماشي من الاخلاق ديالي، والحمد لله كاينه المصداقيه. ولكن الناس اللي تسالت والناس اللي سبت او علقت وقالت هي الكذاب يا ابو لحيه ما خلاو ما قالوا، انا ما غاديش نلومهم لانهم كينتظروا الدفعه ديالهم وما طلعت لهمش في المنصه ديال الدعم. كيفاش الدفعه اللي نزلتها انا طلعت عند بعض الناس وهما ما طلعت لهمش؟ لان البارح بدات كتطلع الدفعه بالنسبه للناس اللي عندهم المشاكل. الناس اللي عندهم مشاكل يعني مثلا عنده وجيبه الاشتراك او لا كان كيستافد من امو التضامن وطلع له مؤشر وجا خصو ضروري باش انه يتسجل في امو الشامل باش يستافد من الدعم ديالو، هادوك بداو بيهم طلعوها له في المنصه. والدليل الناس خاصها الدليل الان. نعم كاين الدليل، شوفوا معايا هاد الصوره، هذه الصوره الاولى، لانني البارح ما كانتش عندي صوره واحده ديال الدفعات، كانوا عندي بزاف ديال الصور. هذه الصوره الثانيه، شوفوا معنا مزيان اخوتي وحقوا عملوا التحقيق واش هادشي فيه كذب ولا كاينه مصداقيه. شوفوا معنا هاد الصوره هذه حتى هي كيفاش كيبان لكم اخوتي. هادو طلعوا البارح للناس اللي عندهم المشاكل. كما كتعرفوا في النهايه ديال كل شهر كتطلع الدفعه في المنصه ديال الدعم، ولكن كتطلع في قيد المعالجه ولا قيد المراجعه. هاد المره هذه ما طلعتش في قيد المعالجه ولا في قيد المراجعه، اخروها ورجعوا الناس اللي كيستافدوا من الدعم، يعني بقاو كيبحثوا على المعلومات ديالهم قبل ما يطلعوها في المنصه، وبداو بالناس اللي ما غاديش يستافدوا، وبداو بالناس اللي عندهم مشاكل،
وعطوهم الدفعة ديالو في المنصة إما معلقة بسبب وجيبة الاشتراك أو لا موقوف بعدم استغلال البيانات البنكية وبزاف ديال المشاكل بحال هيدا. وقيل دابا الآن بقيت كنبان ماشي كذاب لأنني بينت لكم شنو كاينة. اليوم الآن راه كاينة في المنصة ديال الدعم. عاوتاني بعض الناس غادي يقول لك انت لا كتكذب وخصنا الدليل. دابا رجع على أي حاجة خصنا الدليل، ماشي مشكلة غنجيب لكم الدليل. لأن بعض الناس البارح ملي كنت كنشرحكم كنقول لكم كيفاش تدخلوا المنصة ديال الدعم وتشوفوا الدفعة ديالكم وصلت حتى المبالغ المدفوعة وما بينتهاش. علاش ما بينتيش البارح المبالغ المدفوعة؟ لأنني كنت كنشرح بالحساب ديال الأب ديالي، وفعلا الأب ديالي ما وصلتلوش الدفعة ديال شهر واحد البارح. علاش؟ لأنه يعني من الناس اللي كيستافدوا والناس اللي غيستافدوا هذا الشهر هذا ما طلعولهمش الدفعة البارح، ولكن طلعوا الدفعة للناس اللي ما غاديش يستافدوا، بداو بهم هما الأوائل. الآن خصنا الدليل بلي راه الدفعة كاينة في المنصة ديال الدعم. إن شاء الله غتشوف معايا غير الدليل باش تعرفوا المصداقية وأنني كنجيب المعلومة من المصدر ديالها. وداك الناس اللي كيقولوا أنا كذاب، شحال من واحد قال لي أنا ما نبقاش نتبعك وغنزول أبوني. إذا كانت غير مجرد خطأ أو لا حيت انتينا ما طلعلكش الدعم في المنصة صافي غتبقى تهددني بابوني والاشتراك، غادي نقول لك ابوني ديالك وديك الاشتراك ديالك غير زوله ما عندي ما نعمل بها. انا ما محتاجش داك ابوني وديك اللايك ديالك، لان اللي كيتبعوني في هذه القناه هما الناس اللي كيثيقوا فيا والناس اللي كيحبونا. اما اي واحد باغي محتاج للمعلومه دخل بالزربه هذا كيبقاش على المعلومه صدق الكلام ديالي ما جاش مع داك الشيء اللي كيبحث عليه هو هذا كذاب هذا نصاب هذا كذا هذا كذا. لا كنت غير من داك النوع هذاك غير سير الله يعاون بالماء والشطابه. ولكن انا كنتكلم مع الاحباب اللي كيحبونا وكيثيقوا فينا. واخا خوتي انا نعمل لكم الخاطر ديالكم وغنمشي معكم خطوه بخطوه ونشوفوا الدليل. انتظروا يلا خوتي نشوفوا الدليل. هاد التليفون هو في يدي وشوفوا معايا الشرح. اول حاجه خوتي حنا غنجيو لجوجل كما كتشوفوا معنا، غادي نسجل معكم خطوه بخطوه. من بعد غادي يجي المحرك البحث هنايا ونعمل باللغه العربيه الدعم الاجتماعي المباشر. هانتوما ماشي معايا بالدليل وبالخطوات، يعني خطوه من بعد خطوه. كما كتشوفوا خوتي كندخلوا لهاد المنصه الرئيسيه غنجيو 3 الشريطات في الاعلى ها هي، ومن بعد خوتي غادي نجيو فضاء خاص كما كتشوفوا معنا هو. من بعد غادي ندخلوا المعرف المدني، هنا غندخلوا المعرف المدني وندخلوا هذا الرمز هذا. هانتوما كتشوفوا معنا خوتي خطوه بخطوه بالدليل والبرهان. من بعد غادي نجيو نعملوا التاكيد كما كتشوفوا معنا. من بعد غادي نعملوا الدخول، غادي ننتظروا حتى يوصلنا واحد الكلمه ديال السر الى الهاتف. ها كلمه السر وصلت الان غادي ندخلوها. هانتوما كتشوفوا معنا خوتي اصحاب الدليل والبرهان، هذا الدليل وهذا البرهان باذن الله. من بعد غادي نعملوا التاكيد. هانتوما كتشوفوا معنا خوتي هذا الحساب ديال الاب ديالي. الان غادي يجيو 3 ديال الشريطات في الاعلى. ها حنايا البارح وصلنا المبالغ المدفوعه ما شفناش، قال لي اذا نتينا كذاب. واخا نجيو ها هي المبالغ المدفوعه هانتوما كتشوفوها معنا. انا ضغطت عليها. شنو بالكم اخوتي؟ ها هي الإعانة الجزافية المنحة 500 درهم شهر 1 2025 تم إرساله إلى مؤسستكم البنكية. إذن علاش البارح ما طلعتش في المنصة ديال الدعم وعلاش دابا ما طلعتناش في قيد المعالجة؟ خوتي الله يرحم الوالدين خلونا نكملوا في هذا المشوار هذا ونعطيوكم المعلومات. راه ساهله نعمل انا مناقص وما عندي ما نعمل بهذه المعلومات، راه ما كنحقق من هذه المعلومات والله العظيم حتى شي حاجه. عندك جيب لك الله صافي انا قاضيها في هذه المعلومات. كنضيع الوقت ديالي كنضيع المجهودات ديالي لله عز وجل، والله العظيم ما كنربح شي حاجه من هذه المعلومات. عندك جيب لك الله باللي راهي انا صافي كتشوف مشاهده ولا كذا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. ولكن اخوتي بعض الناس بعض الاعداء كيبغيو يشوفوك غير شي خطا ايضا ولا سقطتي كيبغيو يطيحوك. ولكن باذن الله عز وجل انا كنعمل هذا العمل هذا لله عز وجل. وغادي نقول لك ماشي ما خصنيش الارباح من هذا المحتوى، لا باغي الارباح، ولكن
فيما يرضي الله عز وجل ونقدم لكم المعلومة الصحيحة. دابا كنظن وقيل أنا عندي المصداقية وأنني ماشي كذاب وشفت كل شيء بالدليل قدامك. كنتمنى من الله عز وجل التوفيق والسداد والله يهدي الجميع. والناس اللي شكوا فينا أو لا يعني كاين بعض الناس غير كيشوفوا التعليق حتى هما كيعلقوا، فالله يهدي الجميع اخوتي، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. المهم اخوتي انتم شفتوا الطريقه كيفاش كتدخلوا المنصه ديال الدعم. دابا اي واحد يدخل المنصه ديال الدعم غادي يجبر الدفعه ديالو، راه كاينه الان في المنصه ديال الدعم. قبل ما نختم معكم فوقاش ان شاء الله غتكون في الحسابات البنكيه. انا ماشي غادي نعطيكم النهار 100%، الان تم ارسالها الى مؤسستكم البنكيه، ولكن تقدر تدوز غدا، تقدر تدوز بعد غدا، تقدر تدوز لك الى يوم الاثنين المقبل او الثلاثاء، يعني اطول مده اللي غتقدر توصل لها الى 5 في الشهر. هذا هو الحد الاقصى. المهم اخوتي كنتمنى من الله عز وجل تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا. فاذا استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا ما تنساوناش بوحال اللايك وشقليب، وخلونا الاراء والتعليقات ديالكم تحت في الكومنتير. اذا كتشاهدوني اول مره في هذه القناه ما تنساش تشترك معي في القناه وتفعل الجرس باش دائما توصل بالجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.